السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفات سهلة وبسيطة. وصفاتي دايما سهلة وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في رمضان، فانا بنزل معاكم الفطار بتاعنا. عايزة بقى اقول لكم، لو عايزين تعرفوا احلى طريقة لعمل اللحمة دي كباب حلة، وعملتها كده وحطيت عليها شوية بطاطس كده بقى ايه، يعني كله ني في ني يعتبر حاجة كده ما شاء الله. ما اقولكوش عاملة ازاي، بصوا حكاية. يعني اللحمه دايبه كده، والبطاطس دي تاكلوها هتحسوا ان طعم اللحمه اصلا هي واخداها. يعني هتاكلوا البطاطس هتبقى احلى من اللحمه. وعملنا كده شويه كوسه وشويه شوربه خضار، من غير جزر عشان احنا ما بنحبش الجزر، وشويه سلطه. والحمد لله فطار كده بسيط، وفضل ونعمه. كل سنه وانتم طيبين. لو تعرفوا، عايزين تعرفوا الوصفات وعايزين تعرفوا طريقتها، تعالوا عندي في قناتي على على يوتيوب، منوعات واكلات سهله وبسيطه. وبالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمشاركه، اكبر بيكم معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.